الشرخ ما بين المبني على الإثنية، لأنه هو سيقودنا إلى. أنا أقول لك المعركة لن تكون بسيطة، العقول مهيكلة بهذه الكيفية منذ قرون، لكن إذا لم نفعل هذا، وأنا أقول لك أنه في بدأ تغيير موجود، والدليل على ذلك أني أنا وأنت نحكي بهذا الموضوع، يعني في تغيير لا يمكن أن ننكر هذا. أنه التغيير سيكون صعب وطويل، لا أختلف معك في هذا، لكن ما عندناش خيار آخر غير أن نمشي بهذا الاتجاه. لأنه لو قبلنا بالسيناريو نفسه، يعني لو انخرطنا فيه وأنا وابن عمي على الغريب، فآنذاك لن نتقدم خطوة واحدة، وسنزيد من عذابات شعوبنا ومن تأخرها. شكرا سيادة الرئيس. الآن انتهت الأسئلة، أو بالأحرى الأيادي المرفوعة، ما بشوف حدا، بس أعتقد الأستاذ كدار بيري هلا عم رفع ايده بشكل فيزيك. أستاذ كدار تفضل، الدور لجنابك. عرف بنفسك كمان بكلمتين إذا ممكن. تحياتي للجميع. بداية بطاقة شكر خاصة للدكتور رضوان باديني على إتاحته الفرصة أنه أكون موجود وأستمع للآراء، وأتشرف بأنه أسمع لسيد المرزوقي الرئيس، اللي حقيقة يوم اللي صار رئيس في تونس استبشرنا خير في سوريا وفي كل المناطق اللي كان فيها الربيع العربي، استبشرنا خير. وأنا أحد الأشخاص اللي كنت هربان من سوريا لأني محكوم إعدام، فكنت أتوقع كمان أنه الوضع راح يكون شهرين، 6 شهور، سنة، ونرجع مرة ثانية لبلدنا. لكن للأسف تحريف الثورة السورية عن مسارها وتسليحها وأسلمتها هي اللي خلت تصير الأزمة 10 سنين، ولسه ما نعرف كمان راح يكون كم 10 سنين راح يكون في قدامنا إذا السوريين ما وعينا للي إحنا رايحين. حقيقة سعدت جدا بآراء يعني الأستاذ المرزوقي، ومتفهم تماما لكل ما طرحه، علاجه لموضوع التعصب القومي اللي كان موجود في الفترات الأولى. لكن أنا أضيف نقطة اللي هي الأنظمة استغلت هذا التعاطف أو هذا العشق للحرية للقومية بأن تبقى هي السائدة. العرب أنفسهم انأذوا أكثر من باقي المكونات الأخرى من موضوع القومية. في سوريا ضمن الحرب الطائفية التي تحولت سوريا إلى حرب طائفية، العلويين هم الأكثر تضرراً من كل المكونات الأخرى في سوريا مقارنة إلى النسبة والتناسب. فالعلويين هم أكثر من تضرروا، بالأقل بيلزمهم 100 سنة لقدام ليرجعوا إلى الوضع يعني السكني أو التعدادي لهم. اللي طرحه الدكتور بموضوع يعني أو اللي سماه في تونس اللي هو الحكم المحلي، اللي هو الإدارات الذاتية، في المغرب موجودة ولكن مش مطبقة بشكل رسمي، اللي هي بيسموها الجهوية. سابقا في العراق مثلا موضوع الحكم الذاتي. الحقيقة حتى الكرد في سوريا احنا عندنا عطش، عندنا جوع لشيء اسمه الحرية القومية، إلى أني أحكي بلغتي، أسمي أولادي بالأسماء اللي أنا أرغب فيها، أني أتحدث بلغتي، أني ماني أجنبي. يعني صدقني أول صدمة أو أول خطوة في المجال السياسة، نسيت أني أعرف أنا كدار بيري، يعني ناشط سياسي وإعلامي، مدير مؤسسة كرد بلا حدود. أول كف أو أول خطوة سياسية هي كانت لما كان عمري 7 سنوات، لما رحت على المدرسة أول ابتدائي، ما أعرف أي لغة غير الكردية، والأستاذ يقول ممنوع تحكي لغة أجنبية. طب أنا بالطفل الأجنبي هو الفرنسي أجنبي، الإنجليزي أجنبي، أنا كردي كيف أجنبي؟ يعني صدمة كبيرة كانت. وهي نسميها الجهويات أو نسميها الإدارة الذاتية كما هو الواقع الحال في شمال وشرق سوريا، وأراه مشروع ناجح جدا، خاصة على التداخل الموجود بين الأخوة العرب والكرد والمسيحيين بكل مكوناتهم في تلك المنطقة.
رأيي وسؤالي للدكتور، أنا شخصيا أجد في تركيا هي الخطر الأكبر على سوريا والعراق عامة، لما لديها من أطماع وهم يصرحون عن أطماعهم هذه. يعني ليس تحليل من أحد أو قيل عن قال، وإنما التركي هو يعلن عن أطماعه في سوريا والعراق والقضاء على الشعب الكردي. هذه هي أفكارهم وهذه هي عقليتهم، لكن يتم استغلال الدين الإسلامي وتحديدا تنظيم الإخوان المسلمين، يتم استغلال هذا التنظيم الذي أكد بأن هذا التنظيم ليست له أي ارتباطات قومية، وإنما ارتباطاته دائما للمرشد الأعلى، واليوم هو المرشد هو أردوغان، ويتم استغلاله. ما هو دوركم كمثقفين عرب ورئيس سابق، ونتمنى أن تكون رئيس قادم أيضا في تونس؟ ما هو دوركم في مساعدتنا أو نتساعد جميعا، لأن تونس أيضا هذا التنظيم يشكل خطر عليها؟ كيفية وعي الناس، كيفية التخلص من هذا التنظيم الإرهابي العالمي الذي يعتبره أم التنظيمات الإرهابية، سواء كان داعش، نصرة، قاعدة، الأم هي تنظيم الإخوان المسلمين. كيف نواجهه؟ كيف بإمكاننا أن نوحد الجهود بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جميع الشعوب، في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي كي نعيش بحرية وأمان؟ تحياتي. شكرا مستر كدر. شوف، خليني أحكي لك نكتة على أنت لما قلت أنه المعلم قال لك لا تتحدث لغة أجنبية حتى تفهم أنه ربها واحد، يعني مش فقط في العراق أو كذا، ربها واحد. يعني للأسف الشديد في دولة ديمقراطية مثل فرنسا، أنا زوجتي تنتمي إلى منطقة اسمها الألزاس، اللي هي منطقة يعني يتكلموا باللغة الألمانية أو بلهجة ألمانية. فحكت لي أنها نفس القصة، أنها لما دخلت المدرسة عمرها 7 سنوات كانت تضرب على أيديها هي والأطفال الألزاسيين لأنهم يتكلمون اللهجة الألزاسية، وكان مطلوب منهم أن يتكلموا اللغة الفرنسية. يعني بشوف أن مثل ما قلت ربها واحد، يعني التعصب الإيديولوجي والكذا وربي ليس العرب مختصين به، موجود في كل مكان. هذه مصيبة الدولة المركزية التي لا تؤمن إلا يعني باللغة الواحدة وكذا وكذا. هذه الدولة المركزية بصدد الانتهاء. في فرنسا الألزاسيين أخذوا حقوقهم بأن يتكلموا لغتهم. أنا كنت في الصيف الماضي في منطقة اسمها البروتاني، يعني أرى أنه أسماء الشوارع مكتوبة بالفرنسية ومكتوبة باللغة البريطانية، اللغة القديمة، والحكم المحلي موجود في فرنسا. نحن متخلفون، يعني نحن 60-70 سنة وراء هذا كذا، ما زالت أطفالنا يضربون في المدارس لأنك تتكلم الأمازيغية وتتكلم الكردية. لكن شيئا فشيئا، وهذا مشروعنا أنه سنأتي في يوم من الأيام إلى مرة أخرى الدولة الديمقراطية. الآن فيما خصوص الكلام عن التنظيم الإرهابي أنا لا أختلف تماما، وبالنسبة لي هذا كلام يعني خطير ومجانب للصواب ولا يمكن أن أقبله، لأني أعرف بالممارسة أنه غير صحيح. أنه حركة النهضة في تونس أنا عندي معها 1000 مشكلة ومشكلة. زعيمهم طلب التصويت ضدي في 2014 في خلافات طريقة كذا، لكن أنك تقول لي أنه هذا تنظيم إرهابي وتنظيم كذا، أنا أقول لك هذا غير صحيح، غير صحيح 1000%، مش غير صحيح، غير صحيح 1,000,000%، غير صحيح. الحركة الإسلامية الموجودة في تونس الآن، الحركة الإخوان المسلمين، هي حركة قبلت جلها يعني اللعبة الديمقراطية. في مصر أيضا الإخوان المسلمين قبلوا لعب. يعني يجب شوف، الإسلام السياسي عبارة عن طيف واسع. الجزء الأساسي منه اللي هو يعني ما تسميه تنظيم الإخوان المسلمين، هم ناس أشهروا ديمقراطيتهم إن صح التعبير، يعني هم جاءوا إلى الديمقراطية وأنا سعيد بهذا. وعندك على الطرف عندك داعش، وعندك المنظومات، هي المنظومات الإرهابية. هذه منظومات إرهابية اللي هي يعني تسببت في قتل التونسيين وجنود تونسيين وحاربناهم إلى آخره. لكن إذا كان أنت تحب تخلط كل الأطراف وتقول لي كلهم نفس السلالة، أقول لك هذا غير صحيح، غير واقعي. هذا ليس تفكير سياسي، هذا تفكير إيديولوجي. أنا أحذرك من التفكير الإيديولوجي، لأنه هو الذي يقود أولا إلى خطأ في التشخيص وخطأ في العلاج. يعني أنت لابد، إذا كان أنا كطبيب لا يمكن أن تعالج مرضا إن لم تشخصه بصفة موضوعية. تجي تقول للإسلاميين كلهم إرهابيين وأخوان ومش عارف إيش، وأردوغان هو السلطان الأعظم، يقول لك هذا خطأ في التشخيص. شخص موضوعيا وآنذاك سيكون لك العلاج. أنا أدعوك إلى
يعني ادخال الكثير من يعني من الموضوعيه، لانه شوف الغضب او السخط او كذا لا يحل المشكله، بل بالعكس يزيد يعقد المشاكل ويزيد يضع غشاء على امام عينيك. انظر للموضوع بكل نزاهه بكل موضوعيه، وسترى انه الاسلام السياسي فعلا مختلف تماما. وانا متفق معك انه مصيبه الثوره السوريه تسليحها واسلمتها، يعني تدخل هذه الميليشيات الاسلاميه كان كارثه، كان كارثه بأتم معنى الكلمه، وهذا وانا حذرت منه. لكن اللي وقع الان لابد من العوده الى يعني جمع الناس حول مفهوم المشترك الوطني، حول مفهوم الدوله الديمقراطيه، وهذا لن ياتي الا ب يعني الناس يعني غير المتزمتين من طرف العلمانيين ومن طرف الاسلاميين، وان يكون هناك نوع من الوفاق في الوسط. ويعني كل ما هو متطرف من هذا الاتجاه او من هذا الاتجاه، المتطرف الديني والمتطرف القومي هم اليوم اعداء الدوله الديمقراطيه واعداء المشروع الديمقراطي واعداء السلم والكمال. هذا ما يجب ان نكون. اما اذا كنا اصبحنا كلنا متطرفين، كل واحد في متطرف لفكر وكذا، يعني خراب البصره سيتبعه خراب 1000 بصره. شكرا جزيلا سياده الرئيس. دكتور رضوان توضيح بس. نعم تفضل. توضيح صغير فقط. تفضل. يعني بمفهوم لما اقول تنظيم الاخوان المسلمين ونحن نحكي على اسلمه الثوره وتسليح الثوره، انا ابن الواقع وكنت عايش الثوره السوريه لحظه بلحظه. فاللي اسلم الثوره هو تنظيم الاخوان المسلمين، واللي سلحها هو تنظيم الاخوان المسلمين. ولهيك مرجعيه بقيه العناصر سواء اللي مرقوا صاروا قاعده او كذا، فدائما خلفياتهم كانت تنظيم الاخوان المسلمين. كرمال هيك انا بركز على هاي النقطه، مش موضوع انه مؤدلج او اني بتجه باتجاه بشكل واحد ومش شايف اتجاه اخر. لا، انا فعلا لما ارجع لتشخيص المرض السوري بشوف انه اللي وقفوا وراء التسليح وراء اسلمه الثوره السوريه هو تنظيم الاخوان المسلمين. ومن هاي النقطه بنطلق انه كيفيه الوقوف بوجه هذا المد. تنظيم الاخوان المسلمين وين ما كان تواجده دائما ولاؤه مش للوطن، يعني الاخوان المسلمين السوريين ولائهم مش للوطن السوري، بمصر مش ولائهم للوطن المصري بغض النظر عن القوميات. انا اقول لك انه النهضه اللي هي الحزب الاسلامي الموجود في تونس ولاؤه لتونس رغم كل اختلافاتي معهم، وخلافاتي عامه ومعروفه، لكن انا تقول لي انه نهضه ولائها للمرشد الموجود في ما نعرفش فين، اقول لك هذا غير صحيح. أنا أيضا أعرف كثيرا الإخوان المسلمين في مصر، حكيت معهم 1000 مليون مرة، أيضا هم مع الديمقراطية إلى آخره. إنه الوضع في سوريا ممكن مختلف، أنا لا أعرف، لست مختصا في الشأن السوري. تقول لي أنت هذا الكلام إنه التنظيمات الإسلامية كل أخوان مسلمين، وربما الأخوة السوريين يعرفون هذا كذا. أنا لست مختصا في الشأن السوري وبالتالي لا أتحدث عنه. لكن تقول لي الأخوان المسلمين في مصر الذين أعرفهم جيدا، في المغرب الذين أعرفهم جيدا، في تونس الذين أعرفهم جيدا هم تنظيم سري وإرهابي، يقول لك هذا كلام مغلوط 1000%. هذا رأيي وانتهى الموضوع. شكرا جزيلا. هو حالات النقاش يكون فيها بكل تأكيد. هو يعني كل واحد حر برأيه. دكتور سبيكر دكتور رضوان سبيكر دكتور رضوان دكتور. آسف جدا. الآن الدور لصديقي القديم الدكتور سعد الدين ملا. نحن هو كان قبلي بيدرس، اليوم تخرج. الكثيرين من يعني المراقبين والصحفيين كتبوا إنه الآن بشخص سعد الدين نملك عالم طاقة جديد. فأنا كان في طول يعني عمره في كل المراحل الدراسية كان من الأوائل، ولذلك يوما يعني تخرج هو باختصاص الطاقة واشتغل باختصاصه كمان في أوروبا. إنه ما بدي أمدح فيه كثير. أنا جدا سعيد بأنه اليوم هو معنا عالم الطاقة. ويوم زار كردستان العراق كان عناوين الصحافة المحلية هو نرحب بعالم الطاقة الكردي الدكتور سعد الدين ملا. فأنا جدا سعيد اليوم. هلا هو رافع ايده كمان بده يسأل جنابك سؤال. تفضل دكتور.
دكتور رضوان لا تنساني، أنا من البداية رافع المايك إيدي، بس دكتور سعد أعرف. الدين، المايك لو سمحت دكتور سعد الدين، المايك دكتور سعد الدين. ايوه هلا. شكرا دكتور رضوان، شكرا لكل الضيوف واحتراماتي دكتور صلاح ماني للدكتور. نسيانك، هلا عرفت انك تريد تحكي، ماني نسيانك، اسف. عم تسمعني ما هيك؟ نعم صوتي مسموع. نعم. أشكر الجميع وأشكر الرئيس منصور مرزوقي. سؤالي حول الانتفاضات الشبابية اللي سميت بالربيع العربي وبالثورة، هل هي فعلا تحولت إلى ثورة؟ وهل يجوز أن نسميها مثل ما يعني كانت بالربيع العربي؟ لأن يعني لم تحقق أهدافها، لم يعني تقوم، لم تكمل أو تحقق الثورة المطلوبة. بالنسبة للمواطنية، يعني هل يمكن تحقيق الدولة المواطنية في دولة في الدول المتعددة القوميات مثل تركيا وسوريا والعراق وإيران بدون حقوق المكونات، حقوق الجمعية للمكونات، بدون المساواة بين المكونات؟ يعني جرى الحديث حول الإمبراطوريات الحديثة والاتحاد الأوروبي يلي شكلت من دول وشعوب مستقلة وتوحدت بإرادتها، بينما الشعب الكردي موزع مقسم بدون على الرغم من إرادته في 4 دول. ف يعني صحيح نحن مع المواطنية، مع الدولة المواطنة، لكن على غرار سويسرا، السويد، النرويج وغيرها كثير من الدول. يعني أن يبقى الكردي مضطهدا، يعني مستعبدا في انتظار دولة المواطنة المنشودة يلي يعني أنا في رأيي لن تتحقق في الشرق الأوسط لعشرات السنين القادمة. فمن واجب المثقف العربي في هذه الدول دعم والمطالبة بحقوق المكونات يعني تتمتع، لا أن تستمتع، أن تتمتع بحقوقها مثل حقوق القومية السائدة. وقتها فعلا ممكن أن ننصفها، ممكن وقتها أن تتقبل وأن تشعر بأمان، يعني طبعا بضمانات العقد الاجتماعي يعني الدستور الغير قابل للتغيير باسم الأكثرية في البرلمان أو في الشارع. يعني كنت من منصف المرزوقي أن ينصف هذه المكونات بأن تتفق مع القومية السائدة، وقتها أن تطلب منها يعني عدم المطالبة بالانفصال أو بالاستقلال مثلا. يعني الإنسان الكردي إذا أو الأمازيغي أو القبطي أو الجنوب السوداني إذا شعر بمساواة كاملة سواء فردية أو جمعية، وقتها لن يعني تنتفي الحاجة إلى الاستقلال أو الانفصال. لذلك يعني أقول أن الدولة المواطنة والديمقراطية تأتي عبر
يعني حصول أو تقديم مكونات بحقوقها، وليس العكس. دكتور سعد الدين، عندك يمكن النت ما هو قوي أو ما تدعي مثلا تركيا، صوتك عم ينقطع. كل حال أخي العزيز هو في مقدمات ردي بسيط جدا مرة أخرى. احنا كنا ضحية النظام الاستبدادي العربي. من النظام الاستبدادي العربي هو المكون الأغلبي. أنا أقول لك احنا في تونس مثلا ما عندناش مكونات مختلفة، احنا شعب يعني متجانس، لكن حقوقنا كلها كانت يعني حقوق مصادرة، بحيث مرة أخرى الظلم الذي سلط على الشعوب من طرف النظام الاستبدادي العربي سواء كذا هي نفسها. نحن اليوم نريد بناء دولة قانون ومؤسسات التي تعطى فيها الحقوق لكل مواطن. يجب من مطالب حقوق المكونات. طبعا هذا شيء احنا لا نريد شيئا اخر، احنا نريد بناء دولة قانون والمؤسسات حتى تتمتع كل المكونات الاجتماعية الثقافية الكذا بحقوقها. هذا هو هدفنا وهذا ما يجب ان نسعى اليه كلنا، يعني ما فيش اختلاف في هذا. يعني شو بدك اكثر؟ نقول لك انا مرة اخرى انه اكبر من تضرر من النظام الاستبدادي العربي هو المكون الاكبر، والدليل على ذلك سوريا. انه كلنا تضررنا من هذا النظام الاستبدادي، ونحن نريد الحرية للجميع والحقوق الثقافية لكل المكونات. هذا يجب ان يكون واضحا لكل الناس، وعلى هذا سنبني المستقبل ان شاء الله. فيما يخص الثورة وهل حققت، هذا موضوع طويل عريض لا اريد ان اخوض فيه لانه سياخذ كثير من الوقت. كل ما هنالك نقدر نقول لك انا على كل حال في تونس الثورة حققت 50% من اهدافها. اطاحت بالنظام الاستبدادي بوليسي كان جاثم على صدر الشعب التونسي، اصبح لنا دستور يعني من اروع الدساتير، اصبح لنا حياة حزبية حقيقية، اصبحت لنا انتخابات، اصبح الانسان لا يخاف من البوليس في الشارع، اصبحت لنا دولة محكومة بالقانون والمؤسسات. لكن لم نحقق الاحلام الاقتصادية والاجتماعية، هذا سيأخذ وقت. والثورات ليست عصا سحرية، يعني لا تنتقل من وضع الى وضع. يعني بعد الثورة تأتي ثورة مضادة، ثم صراع ما بين الثورة والثورة المضادة، هذا يأخذ أحيانا 50-60 سنة في بعض البلدان، لكن شيئا فشيئا يتغير الوضع، ونحن ذاهبون في هذا الاتجاه. وإن شاء الله يعني سواء في سوريا أو في كل مكان من هذه الشعوب المضطهدة يعني نستطيع أن نتخلص من النظام القديم وأن نبني نظاما جديدا. شكرا سيادة الرئيس. أنا عندي هلا حسب الدور حسب الترتيب 6 أسئلة أو 6 أشخاص أيضا يعني يريدون يعملون المداخلات. للأسف ما الكل يرفع إيده حسب النظام الموجود على الزوم، لذلك في ناس عم يكتبوا له يبعثوا لي يعني مساجات خاصة. هلا حسب الترتيب الأستاذ إبراهيم اليوسف الكاتب والصحفي المعروف والشاعر في نفس الوقت، اسمه على عشرات الكتب المرموقة يعني السائدة المنتشرة بكثرة في كل كردستان سوريا. التعبير هذا كمان ربما يكون جديد أحيانا بالنسبة يعني اللي يسمعني المرة الأولى. تفضل أستاذ إبراهيم. بس بدي أشير للأسماء الأخرى حسب الترتيب اللي وصلني الآن. بعد أستاذ إبراهيم في يسرى زبير، في جيان بدرخان، في البروفيسور صلاح الدين حدو، وفي أستاذ محمد دقوري. هل أنا نسيت حدا أو أهملت شيء مثلا اسم؟ أوكي، معناته هسه نبدأ بأستاذ إبراهيم اليوسف. تفضل أستاذ إبراهيم. أسعدتم مساء. أشكر الدكتور رضوان بديني على هذا التقديم وعلى إتاحة فرصة جديدة للقاء مع مفكر عربي كبير كما هو حقيقة، ضمن إطار اللقاءات مع المثقفين العرب شركائنا في المنطقة. طبعا وأنا أحاورك الآن دكتور، أتصور أن حديثي سيكون امتدادا
لحديث السابق تم بيننا طبعا في العام 2004 عندما كنا في باريس في مؤتمر استضافنا يومتها الدكتور هيثم المناع، كنت أنا والشهيد مشعل التمو كنا ضمن هذا المؤتمر. طبعا حاورتك وأرى يعني جوهر ما سأطرحه الآن ليس ببعيد عما طرحته آنذاك أيضا. طبعا ايضا التقينا الاخ عمر الشيخ واعرف والده واعرف وهو من قريه قريبه من القريه التي ولدت فيها. ايضا ذكرنا بلقاء عام 2011 في تونس. طبعا عندما كنت رئيسا لتونس واستقبلتنا انذاك اتذكر، استقبلت طبعا المجلس الوطني السوري، وان نقد بعض الزملاء المجلس ونقد الزملاء الائتلاف انا موقفي كموقفهم. المجلس في بداياته اعتقد كانت انطلاقته تلك صحيحه حتى الاشهر السته الاولى، لكن الاخوان المسلمون طبعا سيكون لي راي ساطرحه فيما بعد، هم الذين حرفوا بوصله المجلس وكل واجهات الثوره فيما بعد. وارى ان راي الدكتور طبعا في الاخوان هو يعني بحاجه الى تدقيق اكبر. نعود الى دوله المواطنه. بالنسبه لدوله المواطنه طبعا انا يعني اراها الان، يعني الحديث عنها طرحها الان لا سيما في عالمنا قفز، يعني قفز من قبل انتلجنسيا الثقافه المهيمنه. طبعا دولة المواطن لا يمكن أن تكتمل طبعا برأيها دون أن تتأسس على قواعد الشراكة القومية. أرى تركيز المثقف العربي الآن على الدولة، يعني على دولة المواطنة، يعني محاولة لإعادة هيمنة الدولة القومية ولكن بطريقة حداثوية لتصدر يعني وفق مفهوم آخر ولتكون مقبولة يعني في هذه مرحلة التحولات. شيء آخر، الدكتور تحدث عن خلافات الإسلاميين والقومويين إلى آخره. طبعا بالنسبة لي أرى أن التراجيديا السورية بيّنت أن جميع المختلفين فيما بينهم المتعادين الذين يلتقون حين يكون الموقف من الكرد في سوريا أو العراق في أقل تقدير حسب متابعاتنا، إنهم جميعا يلتقون، يعني أقصى اليمين أقصى اليسار، يعني حتى أستطيع أن أقول يعني من هم قريبين من الراديكاليين يلتقون تماما من القومويين عندما يكون الموقف متعلق بالكرد. هناك حالات استثنائية وطفرات صغيرة في سوريا، مثقفون يتقبلون الآخر، وهناك حالات طبعا حالة في العراق نتيجة ظرف معين، نتيجة الثورة الكردية في العراق. موضوع آخر أيضا، يعني الدكتور تحدث أنه ضد التقسيم. طبعا لا أتفق مع الدكتور. يعني الدولة الحالية يعني التي جاءت في المنطقة وكما تعلمنا وكما درسنا في كتب المناهج وفق سايكس بيكو، هذه الدولة مبنية على حساب دول وجغرافيات وحدود دول أخرى. أيضا يعني أنا يعني استغربت حديث الدكتور عن العلويين، أعتقد أنه نقل إليه عن طريق المشافهة وليس عن طريق يعني عن طريق معايناته. العلويون أيضا في سوريا عانوا كثيرا ويعانون الآن، هم وقود. السنة في سوريا طبعا أيضا يعانون، الكرد يعانون، كل الإثنيات يعني يعانون. نظام الأسد الظالم طبعا وزع الظلم بالتساوي، إلا هؤلاء الذين طبعا قفزوا إلى مركبته وهم القلة. أيضا مسألة المثقفين يعني في الثورة، طبعا هو عول الدكتور على المثقفين في الثورة. يعني أعتقد أن جميعنا قريبين، يعني عفوا أن جميعنا قريبون يعني من الوسط الثقافي، ونتابع الوسط الثقافي ونعلم بأن الوسط الثقافي يعني الثورة السورية أكدت، طبعا الثورة السورية كانت يعني قبل أن تجهض والآن هي بوصلتها انحرفت تماما، أكدت أن المثقفين أيضا قابلين لأن يفسدوا. والآن نبحث بالمجهر عن هؤلاء المثقفين الذين لم يفسدهم المال السياسي. شيء آخر أيضا أتمنى يعني ألا يعني نفصل بين الدولة والدين. الأخوان المسلمون الذين التقيناهم أنا والدكتور في باريس 2004، أعود إلى ذلك اللقاء، هؤلاء كان خطابهم ناعما، وعندما عدت إلى سوريا وجدت أن خطابهم كان ناعما، رغم أنهم
والدكتور كان رئيسا لاحدى الجلسات، وكنت انا مقررا في احدى الجلسات، وجدت فورا تم اقصائي وابعادي، وتم اعتماد صديقي الشهيد مشعل. لماذا؟ لانه كانت لي اراء خاصه، والذين حضروا ذلك المؤتمر يدركون ذلك. لكن نحن تعاطفنا مع الاخوان المسلمين في بدايه الثوره. ايضا انا شخصيا كتبت العديد من المقالات، وكتبت انه لا مانع، هؤلاء ظلموا، اقصوا، وابعدوا 30 سنه عن سوريا الى اخر ما هنالك، ولكن ما ان يعني تغلغلوا طبعا ضمن الثوره حتى حرفوا بوصلتها، وخاصه من مسالتي التسليح يعني والاسلمه اللتين اشرت اليهما طبعا مشكورا. هناك امور اخرى يعني لم ارد التوقف عندها. طبعا اتمنى من الدكتور يعني ان تكون نظرته الى الاخوان المسلمين يعني اكثر دقه. حتى في مصر راينا ماذا فعل الاخوان. في تونس هو يعرف مدى معاناته هو ومعاناه النخبه والانتليجنسيا والعلمانيين من هؤلاء، ولكن لان كفتهم اقوى، كفه العلمانيين اي اقوى، يبدو انهم يستطيعون مواجهه الاخوان ولجمهم. نعم يعني طالما نحن ننادي بفصل الدوله عن الدين او الدين عن الدوله، فبكل تاكيد يجب علينا ان ننظر ضمن هذا المفهوم الى الاسلام السياسي. شكرا لكم جميعا وعذرا عن الاطاله. شكرا اخي العزيز. لن اعود الى قضيه الاسلاميين، وهذا موضوع انا بالنسبه لي يعني حكيت فيه ولا اريد ان اعود اليه. لكن انت قلت كلمه خطيره جدا، لابد ان يعني نضع الامور في نصابها. عندما تقول انه والله انتم المثقفين العرب تريدون اعاده الهيمنه بطريقه ذكيه وخبيثه عبر قصه المواطنه. لم اقل خبيثه ولكن ذكيه، لكن تقريبا يعني هذا ما فهمت. شوف حبيبي، احنا هنا في تونس ما عندناش كن هادئ دكتور، كن هادئ. تقبل الاخر. لا اتقبل. لا تجعلني اعيد صوت 2004 عنك. لا اتقبل، لكن انا بالنسبه لي هذه تهمه خطيره، لانها تمس يعني لا اقول تمس شرفي الشخصي او شرف المثقفين، لكنها يعني تهمه يعني مو معقوله. احنا قمنا في تونس يعني حربنا من اجل المواطنيه، لا علاقه لها بالاقليات او بكذا. مش الموضوع مش مطروح بالنسبه لنا احنا في تونس وفي كل هذه المناطق. لكنك تتحدث عنا وليس عن تونس الان، ولذلك نناقشك. نحن لا نتناقش في تونس دكتور. لا خليني نحكي لك. يعني احنا بالنسبه لنا الحل في تونس وفي كل مكان هو الالتهام من النظام الاستبدادي. هذا النظام الاستبدادي هو الذي ضرب الأقليات وضرب الأغلبيات، هو الذي يعني سرق أموالنا، وهو الذي مزق كرامتنا إلى آخره. إذا نحن نناضل من أجل شيء مهم بالغ الأهمية، اللي هو إحلال دولة المواطنة بغض النظر عن أي قضية أخرى. هذا هو الموضوع. يعني جيت تقول لي اللي انا اناضل من اجل الحريه للجميع والحقوق الثقافيه للجميع، وتقول لي والله هذه كلها مؤامره يعني نوعا ما ذكيه حتى تنسي قضيه القوميه. اقول لك غير صحيح. انا بالعكس، انا يعني من جمله الاشياء الايجابيات سنتخلص من الفساد، من التعذيب، وسنتخلص ايضا من الاضطهاد القومي للمكونات. يعني لا يمكن ان تقول لي انه كل ما نفعله من أجل بناء الدولة الديمقراطية الهدف نتاعه هو تعويم القضية القومية. أنا لا أعوم القضية القومية، أنا بالعكس أنا أقول لك أنه إحدى وسائل يعني حل هذه المشكلة القومية هي أن نجلس إلى بعضنا وأن نبني دولة القانون والمؤسسات، الدولة التي تعتبر الحقوق الثقافية لكل المكونات. وأنا يعني أصر على استعمال كلمة المكونات وليس كلمة الأقليات. إذا لم نتفاهم في هذا يعني تصير فيه اتهامات متبادله. انا لا اقبل، لا اتهمك، لا انت ولا انت تتهمني. مره اخرى احنا قضيتنا التخلص من النظام الاستبدادي العربي القديم الذي ضرب الاقليات وضرب المكونات وضرب الاغلبيه وضرب كل المكونات من اجل حكم عصابات حق عام. ودوري انا ودور كل الناس هو التخلص من هذا النظام، ولا تاتي وتقول لي لا والله هذه كلها محاوله للالتفاف على امورنا. ابدا لا التف، بالعكس انا متعاطف معك، متعاطف مع كل المضطهدين. كل السوريين دكتور متعاطفون معنا ضمن هذا المفهوم. يعني
يعني مفهوم دولة المواطنة. أنا كتبت في عام 2003 أعتقد مقالا أنا ضد دولة المواطنة، وكررت المقال قبل سنتين أنا ضد دولة المواطنة. الأخوان المسلمون الذين ترافع عنهم دكتور الآن يحتلوا، يعني الآن تركيا تحتل جزء من سوريا وهم يدافعون عن هذا الاحتلال. أين وطنية هؤلاء دكتور؟ على كل لن أطيل، أتوقف هنا. شكرا لك. الموضوع أشبع. نعم. أنا أشكركم كلاكما، وأعتقد على يعني نحن هسه صارنا تقريبا ساعتين إلا ربع، باقي عنا 4 أشخاص عندهم يعني شغلات أيضا ممتازة، ويعني نشاط إنه هلا صاروا بالأخير نحن راح نعطيهم مجال أقل، لكن يا ريت لو المسائل اللي تكررت ما تتكرر مرة أخرى. الدور للأستاذة يسرى زبير الصحفية الكاتبة الصحفية، وإذا فيك يعني تعرفي على حالك بكلمتين لسه يكون أحسن. مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. بشكركم على هالاستضافة وعلى هالمحاضرة. أنا يسرى زبير، عضوة باتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، مقدمة برامج على قناة فيك تي في، ومسؤولة منظمة المرأة الكردية الحرة. بيشرفني أشارككم هلا. طبعا أنا حابة، يعني ماني حابة أعيد اللي انقال. طبعا انه تم حرق اطفالنا، وتم حرقنا حتى بالسجون، اعتقلنا بعشرات السنين، قتلنا تحت التعذيب، سلب من الاراضينا. طبعا نحن لما بقول نحن الكرد، اكيد الكرد في لهم دوله اسمها كردستان، والكردستان قسمت ل4 اجزاء بين 4 دول حسب اتفاقيه سايكس بيكو. هلا نحن كل طرف بنعيش ضمن دوله، وطبعا اضطهدنا من قبل هالدول اللي حكمت علينا بالحكم الاستبدادي. طبعا حرمنا من كل حقوقنا، لحد هلا نحن محرومين من كل حقوقنا. طبعا سيادة الرئيس، انت بالاول ذكرت انكم لا تريدون تجزئة البلدان العربية ومنها سوريا ايضا، انت ذكرت اسم سوريا. طبعا انا سؤالي، هل من حق الشعب يعيش على ارضه التاريخية يعتبر تجزئة؟ وسؤالي الثاني، ما هو موقفكم من القضية الكردية في سوريا، وما هو موقفكم من مطالبتنا بالفيدرالية؟ ما حابة أطيل أكثر، وشكرا لكم. اسلموا، ممتاز. أنا رأيي أعطيك، أنا عفوا أنا نعم، يعني موضوعي واضح. قلت اللي إحنا يعني كعرب نعتبر اللي يعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سلبت من كل الأطراف، من كل يعني مكونات الشعوب العربية. نحن الآن نريد بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة المواطنة، وفي ظل هذه دولة المواطنة الحقوق الثقافية مضمونة للجميع، الحكم المحلي مضمون يعني مضمون للجميع. هل يعني تريدين وضع الإصبع على كذا؟ هل أنت مع قيام يعني انفصال في انفصال يعني دولة كردية في سوريا، وانفصال دولة كردية في العراق، وانفصال دولة كردية في كذا كذا؟ أنا أقول لك أنه هذا لن يؤدي إلا إلى حروب لن تنتهي. أنت تعرف الوضع الجغرافي والاستراتيجي، هذا لن يؤدي إلى حروب لا تنتهي. نحن الآن نريد وضع حد للحروب، نريد وضع يعني بناء في كل هذه المنظومات الموجودة التي هي ستختفي شيئا فشيئا إن شاء الله، في إطار اتحادات زي الاتحاد الأوروبي، في إطار الحكم المحلي، في إطار يعني دولة القانون والمؤسسات للجميع. هذا ما يجب أن نسعى إليه. لكن إذا كان بقينا في منظومة القرن ال19 أنه لابد لكل قومية دولة، هذه قامت عليها حروب لم تنتهي، وهي أسباب المشاكل التي نعاني منها. يعني أنت شو، إحنا العرب الآن يعني شعب واحد مجزئين إلى 24 دولة. هل نحن مش قابلين هذا الوضع؟ لكن نريد أنه نتجاوز هذا الوضع دون أن يعني أن يقع أي مس بمكونات الشعوب التي نعيش فيها، التي تعيش معنا ونعيش فيها. هذا موقفي. نعرف اللي هو موقف ربما لا يتماشى مع آرائكم أنتم، لكن أنا مثل ما أقول لك أنا ضد المتطرفين القوميين، سواء كانوا من الأكراد أو سواء كانوا من العرب. احنا اللي عانيناه من القوميين العرب اكثر مما عانيتوه انتم. يعني هذا ما يجب ان يكون مفهوما للناس لكم جميعا. بس عفوا سياده الرئيس، نحن اللي انظلمنا، ونحن اللي حطينا يعني تضحيات كثيره، يعني من الزجس بالسجون، من القتل الجماعي، من الانفال، من الغاز، من الكيماوي، من كل انواع التعذيب نحن الكرد عانينا. لما انت بتقول انا ماني مع تجزئه
اي بلد من البلدان العربيه. يعني لما انت بتقول هذا الراي، نحن بنقول هلا بدنا رايك اكيد. يعني نحن حابين يكون لنا دوله باسم كردستان اللي نحن نحلم بها من الاف السنين، بس الاراء كمان لازم، يعني نحن بنحترم الاراء كمان. بس لما انت بتقول انا ضد تجزئه البلدان العربيه منها سوريا ومن العراق ومنها، يعني ابتعادات اكيد. يعني لما بتقول سوريا بنحس نحن معنيين كشعب بنعيش على ارضنا التاريخيه ومحرومين من كل حقوقنا. وحتى بكلمه انه انا ماني مع تجزئه سوريا، كانه مع احترامي لسيادتكم كانه ما بعرف شيء. يعني حابب بس توضيح شوي، يعني ما مع تجزئه سوريا، يعني كانه نحن الكرد ما لنا حق في سوريا حتى اذا طلبنا بحقنا بالفدراليه. انا مع انه يعني المناطق الموجوده فيها الاخوه الاكراد يتمتعون بكل الحقوق وحقوقهم الثقافيه والاقتصاديه والاجتماعيه التي تتمتع بها كل المناطق في سوريا. انا اقول لك اللي في الوقت الحاضر مع تعاطفي التام والكامل مع الاخوه الاكراد باعتبار انهم مضطهدين. انا اقول لك اللي اهم مكون يعني ضربه هو النظام الاستبدادي، هو المكون العلوي، هو المكون السني. يعني كل كل مكونات الشعب السوري كلها تضررت من هذا النظام الحقير. وبالتالي احنا لما نتخلى عن هذا النظام الحقير ويصير فيه نظام مره اخرى دوله المواطنه والقانون، كل المكونات للشعب السوري ستتحرر بصفه او باخرى. وانا لست ضد ان يكون هناك يعني حكم محلي في منطقه كردستان، بل بالعكس انا اعتبر انه هذا حق من حقوق هذا المكون من الشعب السوري. لكن انك تجيني تقول لي لا انت انا لا اقبل رايك الا اذا كان قبلت دوله انفصاليه في كذا وكذا، اقول لك انتبه، هذا سيؤدي بنا مره اخرى الى حرب لن تنتهي في المنطقه وستكون وبالا على الاكراد وعلى العرب. هذا هو الواقع. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. الآن الدور للأستاذ جان بدرخان اللي هو رئيس منذ فترة طويلة لمنظمة ياسا اللي تعني بالعربية القانون. ناشط سياسي وحقوقي وله يعني العديد من النشاطات الهامة على مستوى أوروبا ككل وعلى مستوى المطالبة بإنصاف الشعب الكردي في سوريا يعني رد حقوقه مثل ما تفضل سيادة الرئيس، حقوق الأساسية القومية والى آخره. تفضل أستاذ جيان. شكرا دكتور رضوان، شكرا دكتور مرزوقي على الحضور هذا، أنا بشكركم. أنا موضوع يعني جدا بسيط راح ألتفت له، بس موضوع يعني كرد وعرب. نحن ككرد دكتور نحن ما عندنا مشكلة بالعيش مع العرب، يعني ما في كردي ما له صديق عربي ما له زميل عربي، في تزاوج بين الكرد والعرب، مو هالمشكلة يعني. ولا المشكلة إنه نحن ضد دولة المواطنة أو ضد الديمقراطية، بالعكس نحن من الأقوياء اللي منطالب بالمواطنة في سوريا وفي الديمقراطية. ولكن أنا كرجل قانون ومختص في القانون الدولي، عندما نتكلم عن حقوق، الحق دائما يقنن في جميع الدول في جميع الأنظمة. يعني وقت الكرد يطالبون المعارضة السورية أو الحكومة السورية أو أي شخص الموجود في الشأن السوري بتثبيت حقوق الكرد في ورقة معينة، سواء كان في الدستور، سواء كان في عقد حكم ذاتي، أو مثل ما حضرتكم بتسموه حكم محلي اللي فيه خلاف كبير بيناتهم. هذا هو المطلب الوحيد اللي الكرد بيطالبوا، مو أكثر من هيك. يعني نحن ندعم الديمقراطية في سوريا، ندعم المواطنة في سوريا، ندعم حقوق الإنسان في سوريا، ندعم جميع المبادئ والأسس القانونية الدولية المعترف بها في جميع دول العالم أيضا في سوريا، ونعمل من أجلها أيضا. ولكن عندما نتكلم عن الحق الكردي في سوريا نتمنى أيضا الدعم من الطرف الآخر. الدعم من الطرف الآخر هو مجرد النقاش مع الكرد والاتفاق معهم على حقوقهم في سوريا الجديدة وتقنين هذا الحق. أي التفاف على تقنين هذا الحق وأي ممانعة وأي رفض لتقنين هذا الحق يفهم من الطرف الكردي دائما، سواء شعبويا أو سواء على مستوى الرجل المثقف أو مستوى الطبقة المثقفة، يفهم بأنه بلان أو خطة لعدم الاعتراف بحقوق الكرد لاحقا.
لذلك علينا جميعا العمل في هذا الاتجاه، سواء مثقف عربي أو مثقف كردي. عندما نتكلم عن الحق شيء منطقي جدا أنه يكون هناك تقنين. الاتفاق على حقوق الكرد رسميا والموضوع منتهي يعني، ولكن العيش المشترك هذا لا يوجد مشكلة. يعني أنا ما بدي يكون عندك دكتور أي نظرة أنه هناك مشكلة بين الكرد والعرب والسوريان والتركمان والغجر في سوريا بالتعايش، لأنه نحن بالأساس عايشين مع بعض. ما هو يعني لن ندخل وضعا جديدا في دولة المواطنة الجديدة. الوضع الموجود بالتعايش السلمي بين جميع المكونات هذا وضع حالي موجود وقديم وليس جديد. يعني الموضوع الخلافي هو فقط عندما نصل إلى حقوق الكرد يجب أن يكون هناك تقنين لهذا الحق، وهذا الشيء عم يتم رفضه من الأطراف الأخرى، وهذا غير مقبول، غير مقبول تماما. أنه لابد من تثبيت هذه الحقوق، وأنا معك 1000% أنه لابد تثبيتها. وأنا لا أتصور مثلا أنه الدستور يعني دستور الدولة الديمقراطية التي أحلم أن أراها في سوريا لن تكون فيه حقوق واضحة للحقوق الثقافية يعني والحكم الذاتي وكل شيء للأكراد. أنا بالنسبة لي هذا شيء بديهي، وأنا أطالب وأتمنى، وعلى كل حال إذا كان عندي نصيحة للأخوة السوريين هو أنه بالنسبة لهم هذه قضية تكون محسومة، أنه فعلا دولة المواطنة كما أفهمها هي الحقوق والواجبات المشتركة، هو العقد المجتمعي، ويجب أن تثبت هذه الحقوق بكيفية لا لبس فيها ولا يمكن يعني تفسيرها إلا بأنها فعلا اعتراف كامل وشامل بهذه الحقوق. هذا شيء بالنسبة لي واضح وطبيعي. بين قوسين تثبيت يعني الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ موجود في الدستور الجزائري، موجود في الدستور المغربي. إذا القضية ليست قضية كفر، هذه أشياء طبيعية. دولة المواطنة تبدأ بهذا. وإذا استغرب أنك تقول لي أن ديمقراطيين عرب سوريين يرفضون هذا، أنا بالنسبة لي غير مفهوم. لا يمكن أن تكون ديمقراطي إن لم تفهم هذا. هذه أبجديات الديمقراطية. هذا يعني أنا برأيي هذا الخلاف الحالي الموجود، واللي نحن من 10 سنوات كمعارضة كردية ومعارضة سورية هم الاثنين معارضة، ولكن يتفقوا على تقنين حتى اليوم. وأنا ما راح أتكلم كثير. شكرا كثير على حضوركم دكتور. شكرا أستاذ جيان. الآن السؤال للبروفيسور الدكتور صلاح حدو. آسف دكتور، أنت في البداية ما كنت رافع إيدك، وأنا آسف حتى ما قريت الملاحظة اللي كتبتها، شفتك أنت كنت سبقت الآخرين في طرحك في مطالبتك بالسؤال. آسف على التأخير، ما تأخذني. البروفيسور صلاح حدو هو بروفيسور وفي نفس الوقت طبيب أسنان، وإذا كان في شغلات ممكن نضيفها سيادة البروفيسور أنا أكون سعيد بسمعك. تفضل. يسعد مساك صديقي دكتور رضوان، وأتمنى من كل قلب الشفاء العاجل لك، وسنتضافر جميعا بالدعاء لجنابك، لأنه أمثالكم هم خامة مثل الماس لهذا الوطن. ويسعدني اليوم جدا أن أتشرف بالحديث مع فخامة الرئيس المنصف المرزوقي. الحقيقة كان الكلام جدا قيم، لذلك أنا كشخص براغماتي لن أدخل في الأمور التي تحدثتم بها، ويسعدني تماما أن يتاح لي سؤالين مع تعقيب بسيط. سيدي فخامة الرئيس، كونك كنت رئيسا أحب أن أعتقد أنه أتيحت لكم أمور ربما لا تتاح للآخرين، لذلك اسمحوا لي أن أسأل سؤال طالما كان معي لمدة 30 سنة وإلى الآن لم أجد له جوابا، رغم أنني شخص مجد في القراءة وفي دراسة التاريخ واستنباط العبر. هل تبين لجنابكم سبب توحد كل العالم ضد إقامة دولة كردية أو كيان كردي من سايكس بيكو إلى الآن؟
أحب أن أختصر عليكم. البعض يقول سبب سياسة صلاح الدين الأيوبي الذي حارب المسيحيين، وبالتالي الغرب المسيحي كله متكتل بعد نصيحة البابا في ذلك الحين بأن لا تقوم لهذا الشعب قائمة. البعض الآخر يقول بأن سبب توحد كل العالم ضد إقامة كيان كردي أسوة بكل الشعوب هي الثروات الغنية التي تحويها أرض كردستان من بترول وذهب ويورانيوم، وهذا مشهود. ولكن اسمح لي سيادة الرئيس أن أقول إذا كان الموضوع من الناحية الإسلامية فأعتقد أن صلاح الدين الأيوبي على الأقل تعامل بسماحة مع المسيحيين، ولكن الجيش التركي الذي وصل إلى النمسا منتصف النمسا وزرع الخوازيق إلى منتصف النمسا وسلب حرائر الأوروبيين وأرسلهم، أعتقد أن جرمه أكبر من جرم صلاح الدين الأيوبي. أما النقطة الثانية بأن البترول والثروات هي السبب في عدم سماح الدول العالمية بقيام كيان كردي، فأقول كان من الممكن استنساخ التجربة الخليجية التي أعطت كل عشيرة، وكلنا نعرف وجنابكم أدرى أن بعض الدول لا تتجاوز 100,000 نسمة عندما أعطيت حق إقامة كيان، كما البحرين كما الإمارات كما قطر. فكان يمكن أن تستنسخ هذه التجربة وتقسم كردستان إلى 4 أقسام. لذلك سؤالي الأول، أتمنى من جنابكم إذا كنتم أنتم رئيسا، إذا أتيحت لكم بعض النقاط أو بعض الأمور التي ربما لا تتاح لغير الرؤساء، هل ممكن أن تخدمونا كشعب كردي اليوم؟ وأنت صديق عزيز وأنا شخصيا أفتخر بجنابكم بالمطلق. سؤالي هو هل هناك شيء عرفتموه يمكن أن يفيدنا؟ النقطة الثانية سيدي، حاولنا كثيرا، وأنا ولدت في العاصمة السورية وعشت كل عمري بين العرب ولي أصدقاء كثر، وسأذكر لك حادثة كي تضحك. في الصف العاشر كنت صاحب الدرجة الثانية في الصف، وكانت علامتي 40 من 40 في اللغة العربية، فلم يكن يعرف أصدقائي أنني كردي في الصف لأنني كنت أعيش في مدينة سورية هي حمص. فقال لهم الأستاذ كيف تسمحون لهذا العربي لهذا الكردي أن يأخذ أعلى علامة في اللغة الكردية في اللغة العربية؟ لذلك كل محاولاتنا كساسة، وأنا ربما في البداية لم أقل أنا كنت سياسيا كرديا وكاتب في الشأن السياسي بالإضافة لمهنتي كطبيب أسنان. كل محاولاتنا في السياسة لإنشاء جمعيات أخوة عربية كردية، أخوة تركية كردية، الحقيقة بعد فترة من بسيطة عندما تتوالى الأحداث يسقطون واحدا تلو الآخر، فمنهم من كان وما زال اليوم من الأشخاص المثقفين وفي المعارضة السورية ومن الإخوة المسيحيين. مثالا ميشيل كيلو قال إذا كان الأكراد يريدون تقسيم البلد سنقسم ظهورهم، وكثير من هذه المقولات، وكلها اليوم من النخبة التي كانت تدعي المعارضة. سيدي، هل يمكن أن تفيدونا بخبرتكم كمثقف كبير، كديمقراطي عربي كبير، كشخص اليوم ذات يوم أصبح رئيسا واليوم يحاورنا، كيف نستطيع أن ننشئ لوبي كردي لا يخذلنا عندما يحدث أي تطور
في موضوع القضية الكردية. تعقيبي البسيط سيادة الرئيس، وسأقبل جبينك العالي إن كان صدرك يتسع لكلامي هذا. اليوم مفهوم الوطنية فيها برأيي شيء من اللغط الغير مفهوم، والدليل ما يحدث اليوم. الوطنية إذا كانت بمفهوم أن نحافظ على حدود الدولة التي رسمت لنا، فهذه الدولة لم يرسمها أولاد البلد. نحن في سوريا، أنا من منطقة عفرين التي محتلة اليوم من الجيش التركي والعصابات الإرهابية، تتبع سوريا حسب سايكس بيكو. حسب سايكس بيكو تتبع سوريا، وعندما دخلت القوى التركية لاحتلالها، الجمهورية السورية بقياداتها كلها لم تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بسبب احتلال جزء من أراضيها. هذه النقطة لأنها منطقة كردية. النقطة الثانية، كنا دائما نوضع في السجون سيادة الرئيس بأننا نتهم كأكراد بأننا نريد استقطاع جزء من الوطن وإلحاقه بدولة أجنبية. الحكم السوري شاهد دولة أجنبية تدخل ولم يعلق، بالعكس المعارضة السورية أتت مع الأجنبي لاحتلال جزء من هذا الوطن. أما النقطة الأخيرة في هذا التعقيب، جنابكم أكد على أن الجميع يجب أن يتحد في مواجهة الاستبداد وليسقط الاستبداد، ثم نأتي إلى دولة المواطنة. سيد الرئيس، نحن في العراق تعاوننا كأكراد، تعاوننا مع المعارضة العربية، وكان الكرد أقوى عسكريا من الجميع وأسقطنا دولة الاستبداد. اليوم ما أعطتنا إياه دولة الاستبداد هو حلم الأكراد اليوم. لاحظ أن صدام حسين قال لهم أعطيكم كل كردستان ما عدا كركوك، أما اليوم فهم يفاوضوننا على لقمة العيش في منازلنا. شكرا سيادة الرئيس، وأتمنى أن أحصل على الجواب للسؤالين البراغماتيين، فأعتقد أنه يهمنا جدا كأكراد أن نستفيد من خبرتكم. شكرا لكم، شكرا لجناب صديقي الدكتور رضوان باديني. شكرا بروفيسور. شوف عزيزي، أنت يعني أثرت كثير وكثير من المشاكل التي يتطلب الحديث فيها ساعات وساعات. خليني أقول لك بالنسبة للسؤال الأول، هو لماذا يعني هذه التكاتف الظروف التي جعلت من المستحيل قيام دولة يعني دولة كردية. شوف، انظر إلى خريطة أوروبا وسترى حالة شبيهة التي هي كانت حالة بولونيا. هذا البلد يعني تاريخه كله كان تاريخ صراع من أجل البقاء، لأنه للأسف الشديد يعني شاءت ظروف الجغرافيا أن تضعه بين كتلتين كبيرتين ضخمتين، الكتلة الألمانية والكتلة السلافية. ويعني أنت تعرف هذا تاريخ بولونيا، ألمانيا اقتطعت منه جزء، ثم روسيا اقتطعت منه جزء، ثم يعني تغير الوضع. للأسف يعني ظروف الجغرافيا جعلت الأكراد يوجدون بين ثلاث يعني قوى كبرى، الأتراك، الإيرانيين والعرب. ظروف الجغرافيا وظروف التاريخ هي التي جعلت هذا الوضع. ونحن البشر الظلم موجود فينا، العنصرية موجودة فينا، مبدأ القوة إلى آخره موجود فينا، وويل للضعيف عندما يوجد مثلا بين كل هذه الكتل. وهذا هو السبب، يعني السبب هي ظروف الجغرافيا، وأنه الأكراد وجدوا أنفسهم بين هذه الثلاث أمم الكبرى. ويعني لا أقول لا هي غلطة العرب ولا غلطة الأكراد، غلطة الجغرافيا، إن يمكن أن توصم الجغرافيا بالغلط. وضع موضوعي، يعني احنا لا ما يخص سايس بيكو، انت ضد سايس بيكو وانا ضد سايس بيكو. سايس بيكو يعني ظلمت الأكراد
وظلمت العرب اكثر. يعني احنا يعني وطن واحد. شو الفرق ما بين الاردني والسوري واللبناني؟ نفس الشيء. ربما هناك اختلافات ثقافيه بعيده بين المغربي او السوري، لكن سايس بيكو جزأت الشام، جزأته اكثر من، بحيث سايس بيكو ضربت كل الشعوب، ظلمت كل الناس. وحتى فكره الدوله القوميه التي فرضها الاستعمار هي الدوله أوروبا، يعني مره اخرى هي منظومه اوروبيه. اليوم الاوروبيين يتخلوا عنها ونحن متمسكون بها. يعني في الوقت الذي اوروبا قررت تتخلي عن منظومه كل دوله يلزمها، كل قوميه تكون دوله ويجب فتح الحدود نحن الان نريد ان نعمق قصه سايس بيكو، ان نزيد في الخلاف. انا اقول لك مره اخرى انه قدرنا اذا اردنا ان هذه المناطق، قدرنا ان نتجاوز الخلافات العرقيه، ان نسكت القوميين من كل كان هو مرة المؤسسات في كل هذه الدول، ثم فتح هذه الحدود على بعضها البعض. وآنذاك سيجد الأكراد أنفسهم يعني في إطار هذه المنظومة اتحاد الشعوب الحرة سيجدون مكانهم وسيستطيعون يعني تحقيق كل الأحلام التي حرمتهم منهم التاريخ والجغرافيا. وهذا ما يعني أنا أكرر دائما نفس الكلام. مش خير آخر. المضي في يعني المنطق نتاع دول مقسمة مجزأة من جديد هو منطق الحرب إلى الأبد، وهذا ما يجب أن نتفاداه. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. آخر كما يقولون خاتمة الاجتماع مسك صديقي وزميلي الأستاذ محمد دقوري، من عائلة معروفة من أرومة قديمة، والد جده يمكن أنا إذا أخطأت صحيح لي أستاذ محمد، هو اللي أنقذ حوالي 30 أو 40 طفل كردي في 1960 يوما حينما حرق سينما عمودة ومن بلدة عمودة. كان يعني الحريق كان له أسباب عنصرية طبعا، ما بدنا ندخل في الموضوع. جده أنقذ العديد من أطفال أنا وهو يتمتع بنفس العزيمة والمثابرة تمتع بها في أثناء الثورة السورية. كان من الأوائل اللي الناس نظمت تنسيقيات الشباب في بلدة عمود في أوروبا بالأحرى، وحضر أول مؤتمر للمعارضة السورية في تركيا آنئذ في أنطاليا. المهم له مواقف فعلا تستحق كل الاحترام والتقدير رغم صغر سنه هو كشاب يعني قصدي، لكن في عمل إنجازات حقيقية. الآن حاليا العديد من يعني قادة المعارضة بين قوسين يحاولون يستميلون لجانبه وما ادري شلون والى اخره. المهم هو راح يقدم حاله بكلمتين. تفضل استاذ محمد. اسف على التاخير كمان، انت اخر واحد، ولكن دوما يقولون بالروسيه اللي يضحك في النهايه هو اللي يضحك دائما. تفضل. الصوت ما مسموع. الصوت محمد. تحياتي للجميع، مساء الخير. محمد دقوري، ناشط سياسي، وشكرا جزيلا للدكتور رضوان على هذا الكلام الجميل، وسعيد بوجود فخامة الرئيس السيد المرزوقي وجميع الأخوة الحضور، وجميعهم مناضلون ولهم مواقف وتاريخ يعني نفتخر به. دكتورنا العزيز، الحقيقة نحن طرحنا من الأول في الثورة السورية كان منتظر من المعارضة السورية أن تكون يعني هي يكون البديل التاريخي للمنظومة الاستبداد، بمعنى انتظرنا أنه تكون المعارضة، واللي أنا كنت من 2002 من ضمنها إلى الآن، حاولنا دائما أنه يكون لدينا مشروع بديل للدكتاتورية الموجودة في دمشق. الكارثة كانت في 1/7/2011 في مؤتمر الإنقاذ. كان حضرنا المؤتمر بدعوة نتيجة النشاط السياسي اللي قمنا فيه في أوروبا، دعونا، وكانت الحقيقة مسيطر عليها مرة أخرى جماعة إخوان المسلمين، وكان بالضبط يعني في اسطنبول. استغربنا أنه الطرح الموجود لدى المعارضة طرح يقصي الكرد،
بمعنى كان لدينا مشكلة، وهنا هو السؤال وهو التعقيب وهو اللي أحدث خلل بين الكرد والعرب كمجموعة معارضة للنظام من ذاك الوقت إلى الآن، وهي مسألة الجمهورية العربية السورية. نحن بالمطلق نفهم أنه الأغلبية في سوريا هم عرب، لكن اختزال الهوية السورية فقط في المكون العربي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، ليس حقدا وليس كرها في العرب، ولكن نحن لسنا عربا، فلا يمكن أن نحن نكون جزء من معارضة ندفع بآلاف الشباب إلى التهلكة وتكون النتيجة كالتالي: تعود إلينا الهوية بمفهومها القديم، يعني الهوية العربية السورية. هذه الكلمة فيها دلالات، وهذه الدلالات هذا هو التيتل دكتور، يعني هذا هو العنوان الذي يجب أن نعمل عليه، يعني هذا هو المشروع الذي يجب أن نقوم عليه. هاي الجمهورية السورية فيها كل المكونات، واختزالها على مكون واحد فقط هذا فيه ظلم وإجحاف بحق الكرد وإجحاف بحق المسيحيين. لسنا في موضوع المسيحيين لأنهم لديهم من يمثلهم ويتكلم عنهم، لكن نحن كانت لدينا مشكلة حقيقية منذ ذاك الوقت. فأتمنى أنه حضرتك تضيء يعني هاي الرؤية، مسألة الاسم الجمهورية العربية السورية. هل تجد أنه من الحكمة للكرد أنهم يقبلوا في العربية في هوياتهم في الوثائق الرسمية أن تكون مثبتة وهم ليسوا عربا؟ يعني نحن عندما حاربنا الفرنسيين وأخرجنا الفرنسيين، وتكلم الدكتور عن تاريخ الأجداد القدامى، حاربنا الفرنسيين من أجل بناء هوية جديدة، لأن هذه الدولة السورية يعني ليست نتاجا لرؤية أبنائها، يعني لا العرب هم الذين اختاروا هذا الشكل ولا الكرد ولا المسيحيين، لا أحد اختار هذه الحدود، لكن هذه الحدود رسمت لنا. الآن مهمتنا أن نجد طريقة للتعايش، لكن هذا التعايش الذي يجب أن نكون فيه يجب أن يكون مبنيا ومؤسسا ومقوننا كما أضاف الزميل السابق. يجب أن نكون يعني بشروحات دستورية ورؤى قانونية واضحة حتى نستطيع أن نستمر، وحتى أن نحن ملزم، لأنه في النتيجة المثقف العربي لا يستطيع تغيير هذه الحدود، وكل المنظومة العربية أعتقد أنها لا تستطيع أن تغير الحدود، وإلا كانت قد يعني كانوا قد فعلوا الأمة العربية، أعادوا أمجاد الأمة العربية، لكنهم هم غير قادرين على تغيير الحدود ونحن كذلك. سؤالي وهو نهاية، لن أطيل في الأسئلة السابقة لأنها يعني حتى لا نأخذ من وقتكم مزيد من الوقت، لكن سؤالي هو الجمهورية العربية السورية ورؤيتك لها ومفهومها للمستقبل السوري. ما هو أفضل الوسائل أو أفضل الممكنات للخروج من هذا المأزق الذي أدخلونا فيها القوميين العرب مع الأسف الشديد؟ شكرا جزيلا. شوف سيدي الكريم، أنا أولا أنا لست سوري ولست مؤهل يعني لأن أقرر ماذا سيكون اسم يعني الدولة السورية في المستقبل. هذه قضيتكم أنتم أصحاب القرار، أنتم السوريين أصحاب القرار، وبالتالي لا تنتظر مني لا رأي في هذا الموضوع ولا نصح ولا كذا. لكن أنا سأعطيك رأيي الشخصي أولا كعروبي. أنا إنسان مرة أخرى أحمل هم أمة ممزقة، يعني أخرجت من سياق التاريخ، صودرت ثرواتها، أحمل كل مشاكل يعني الهم العربي الفلسطيني إلى آخره. إذن أنا يعني من دون أدنى قومجية أعتبر نفسي عربي عروبي. طيب يعني الأمور تبدأ واضحة، يعني لا أتكلم معك يعني كإنسان مجرد من هويته أو يحاول أن يهرب من هذه الهوية. أنا متجذر في هذه الهوية. لما طرح الموضوع في هنا في منطقتنا يعني في منطقة شمال أفريقيا حول تسمية الاتحاد المغاربي، هو موجود اسمه الآن اتحاد المغرب العربي.
فكان لي، وهذه قصة حكيتها البارح، كان لي نقاش مع صديقي سعد الدين العثماني اللي هو رئيس الحكومة المغربية الحالي. وصديقي يعني هو من منطقة اسمها منطقة السوس، يعني هو أمازيغي من السوس. فقال لي أنت توك يعني لماذا تريدون تسمية المغرب العربي؟ أنا أمازيغي ويعني شو، قال لي نفس الكلام. يعني قلت له شوف، أنا بالنسبة لي أهم شيء هو أن يكون لنا اتحاد يجمع هذه الشعوب العربية. سميه كما تريد، سميه كما تريد، أنا مش هذا. أنا كعروبي لست متعلقا بهذا الاسم. أنا اللي يهمني هو أن الناس الموجودة داخل هذا الاتحاد يعني تكون لها حريتها وكرامتها، سميه كما تشاء. قلت له تحب أنا أبحث معك، خلينا نسموه الاتحاد المغاربي. انتهى الموضوع. قال لي خلاص إذا نسموه الاتحاد المغاربي. أنا بالنسبة لي الآن ما أسعى إليه في هذه المنطقة هو الاتحاد المغاربي. بالنسبة لي كعروبي مش مشكلة إنه لا يسمى الاتحاد، اللي يعني يسمى الاتحاد المغرب العربي، لأني بالنسبة لي المهم هو المحتوى. المحتوى هو البشر، هو الناس، هو الحقوق، هو الواجبات. أنا عروبي غير قومي، يعني عروبي غير قومي. يعني أنا أتماهى مع أمتي لأنها أمة مقسمة مجزأة مشردة خارج التاريخ إلى آخره، وأريد هذا اللي يهمني. أنا ما عنديش مسألة قومية أنني أكون أقوى من الآخر أو مع الآخر. إذن والمهم هو أنه الناس تتحد، أنه الناس يعني تبقى مع بعضها البعض. أنا أطالب، أتمنى أنه في سوريا تجدوا الحل الذي يضمن اتحاد الجميع بغض النظر عن هذه الأسماء. ما عنديش مشكلة أنه أنا مثل ما قلت لك أنا لست سوريا ولا أريد أن أتدخل في الشأن السوري، وآخر همي أن أقول لهم افعلوا ودوروا كذا. هذا ما ليس دوري وليس من حقي. أنا أقول لك ما فعلنا في قضية الاتحاد المغربي. أنا قلت مش مشكلة ليسمى الاتحاد المغاربي وخلي هذه قصة العرب. أنا مثلا أنادي باتحاد الشعوب الحرة، أقصد الشعوب كل هذه المناطق يجب في وقت من الأوقات. في ناس تقول نسميها اتحاد الشعوب العربية الحرة، في ناس يقول لك احنا بالنسبة لنا العرب من يتكلمون اللغة العربية وليسوا يعني ليست عنصر فقط قضية. وأنا أؤمن بهذا، أؤمن أن العربي هو من يتكلم اللغة العربية وليس لا هي إثنية ولا دين ولا شيء كذا. يا أخواني يا أحبائي يا أصدقائي، المهم الأهم يجب أن يمر قبل يعني الأهم قبل المهم. يعني الأهم الآن هو تقارب الشعوب، هو أخوة الشعوب، هو البحث عن القواسم المشتركة، هو البحث عن كذا، وتفادي كل ما من شأنه أن يشنج الأعصاب وأن يجعل هذا الطرف وإلا سنعود إلى حرب داعش والغبراء. لأن أنتم ماشي ببالكم أن العرب ليس داخلهم خلافات وليس داخلهم عنصريات وليس داخلهم كذا. العرب هم نفسهم يعني يعانون من كل هذه المشاكل. ومرة أخرى دولة القانون، دولة مؤسسات، شعوب المواطنين، اتحاد الشعوب الحرة، هذا هو مستقبلنا. وهذه القومية شوف، إذا كان القومية مجرد مطلب لأنك مظلوم أوكي، لكن إذا كان القومية هي أنا أريد أن أفرض عليك نفسي لأنني قوي ولا أنني أغلبي، فهذا أنا أرفضه تماما. ليس فرضا دكتور، ليس فرضا، وإنما نحن نقول عن المعارضة هو يجب أن يكون بديل عن هذا النظام. يعني يجب أن يكون بديل تاريخي للنظام. فكيف يمكن أن نستخدم نفس أدوات القضية الكردية، استخدام نفس الأدوات يعني نفس النتيجة، يعني نعود مرة أخرى إلى الإقصاء، نعود مرة أخرى إلى التعريب، نعود مرة أخرى إلى الكلام الفارغ الذي يعني أنهكنا. نحن نبحث أيضا عن تثبيت خصوصيتنا دكتورنا العزيز. لذلك نحن نسعى من أجل الديمقراطية في بلادنا في سوريا، لكن ضمن حفاظ وضمان خصوصية الإنسان الكردي، لأننا ظلمنا واضطهدنا. متفق معك. بصراحة يعني إذا تسمحوا لي الآن، احنا أتعبناك معنا اليوم سيادة الرئيس. تعب لذيذ. لو رؤساء العرب كانوا يتمتعوا ب 1% مما تتمتع فيه جنابك، ثق تماما. أنا مرة أخرى ما مجاملة ولا مدح سيادة الرئيس، هذا حقيقة. وهالشيء هذا يعني المنجزات اللي أنجزتها في عهد حكمك في السنوات الثلاثة اللي حكمت فيها تونس تشهد لك.
وانت بغنى عن مدحي او مجاملتي او حديث المجاملات كلها. دكتور رضوان، هل استطيع ان استميحك عذرا بشغله بسيطه بس؟ تفضل، بس ما نطول على سياده الرئيس. لا بالعكس انا طرحت سؤالين على فخامه سياده الرئيس بانه نستفيد من خبرته الشخصيه، انه ليش دول العالم ضدنا غير المفهوم الجغرافي، يعني دول اوروبا وخاصه مشروع الاستفتاء اثبت انه دول اوروبا وامريكا ضد قيام كيان كردي. والسؤال الثاني لانه من صميم اختصاصه اتمنى ان نستغل هذه الفرصه، بماذا ينصحنا لنكون لوبي عربي يدعم ما هي الاخطاء التي نحن نقع فيها ولا نستطيع ان نجمع لوبي عربي يناصر؟ دكتور شكرا جزيلا. هو اعتقد في منظمات موجوده منذ سنوات تعمل في احياء التقاليد الجيده، التقاليد التاريخيه بين الشعبين العربي والكردي. في مؤتمرات بتصير في، يعني هالشغله هاي ما جديده طبعا. للاسف الشديد نحن المقصرين، يعني كشخص كسياده الرئيس كان المفروض من زمان انه نحن يعني نتواصل معه ونحاول نستفيد. ما اعتقد انه نحن ما كنا متفقين اليوم على 90%، ما اقول 100%. اعتقد نحن بحاجه لهيك، مو بس بحاجه، يعني الواقع يثبت بانه نحن احوج الناس لهكذا منابر، لهكذا شخصيات، لهكذا شخص مثقف، كرئيس مواطن، كشخص مثلنا. لذلك انا برايي، انا اسمحوا لي باسمائكم جميعا، يعني عوضا عن الجميع، واعتقد كلياتكم انتم شكرتوا سياده الرئيس مره اخرى. الف شكر سياده الرئيس على وقتك، على تعبك معنا. الله يخليك. ما تاخذنا اذا اتصلنا معك في المستقبل ان شاء الله مرات اخرى. وشفت انت يعني قديش عندنا نحن مشاكل، يعني لولا القامات الكبيره الهامه المفكرين امثالك، لا كل هالاسئله هاي تبقى في العقول وفي النفوس ما تطرح. اعتقد يعني صحيح انتم تناقشتوا احيانا، كانت بدات النقاشات وكأنها يعني على طرفين نقيض، لكن برايي الكل مو بس استمتعوا، يعني استفدنا بشكل مباشر من حديث جنابك، وراح نتزود فيه كسلاح، كقوة فكرية في حديثنا المستقبلية. مرة أخرى شكرا جزيلا، وتصبح على الخير، وإلى اللقاء. تصبح على خير جميعا. وإن شاء الله يعني تكون شيء فرص أخرى لأرد فيها على كل الأسئلة المحرجة التي طرحها الأخوة الكثير. آسف جدا أنه ما عندناش وقت أكثر، لكن أعدكم إن شاء الله. يعني على كل حال إذا كان فيه لوبي عربي لمناصرة القضية الكردية فأنا منها، يعني من الآن وضعوا لي يعني ما بينها يعني. الله يخليكم. تصبحوا على خير. تصبح على خير سيادة الرئيس. تصبح على خير. على خير، إلى اللقاء. تصبح على خير يا شباب. على خير.